بنتكلم عن الفروق الاجتماعية بين العريس والعروسة، يعني الاتنين بيتجوزوا، زوج وزوجة اتنين بيتجوزوا. نصيحة لكل البنات، سنك 20 سنك 70، بقولك ابقى عممها. انت سبقلك الجواز ما سبقلكيش الجواز، جيتي تفكري هتتجوزي، اوعي تاخدي واحد اقل منك في الفروق الاجتماعية. ما تبقيش انت مؤهل عالي وتاخدي واحد مؤهل متوسط، لا، مرفوض صدقيني. حتى لو غني في الفكر هتلاقيه مش ناضج، مش فاهم، هتلاقي مخه اقل منك شويه، هيتعبك، هيبدا فيه غيره، هيحصل الغيره هتلاقيه غير، هتلاقيه مخنوق، هتلاقيه يتعصب عليكي. فما تاخديش الاقل منك. الماديات، لو تاخدي واحد اقل منك هتلاقيه طمعان فيك، هيقولك اصرفي عليا، هيطمع فيك، هيبتدأ يلتويلك من طرق عشان لو عندك فلوس ياخدها، عندك مرتب كبير يقولك اصرفيه واعمليه. وهتلاقي برضو في غيرة وحقد صدقيني. المكان، ما تبقيش انت ساكنه في منطقه راقيه وتروحي تاخدي واحد من منطقه شعبيه، انت بقى هيجيلك حاله نفسيه بحته، هتحسي انك مش قادره تعيشي وتكملي معاه. يعني مش هتكملي، ما انت مش هتكملي، ما اكيد مش هتكملي. انت متبقيش عايشه في مستوى معين وتيجي تنزلي، النزله دي هتتعبك صحيا ونفسيا، والعلاقه الزوجيه مش هتكمل. فاما تاخدي واحد حطي بنود. البنود دي ايه؟ يعني خديه متقارب معاكي. يعني ايه متقارب معاكي؟ زيك او اعلى، وبرضه ما تاخدوش اعلى اوفر قوي في الطب. ليه؟ لو خدتيه اقل من الطب هقولك بقى ممكن انت وانت قاعده في الاسره وفي العيله وكده هتحسي ان انت اقل قوي، هيصعب عليكي نفسك او هتحسي بنقص. فما تاخديش اللي هو اعلى منك قوي او اوطى منك، خدي اللي اعلى منك بنسبه معقوله شويه او زيك. هو ده اللي هيكمل معاكي، وهو ده اللي هيحصل توافق، وهو ده الحياه اللي هتمشي وتبقى كويسه. لازم التوافق الاجتماعي. التوافق الاجتماعي الناس بتفتكرها ماديا بس، لا، انا بعمل كده ليه؟ التوافق الاجتماعي 1 2 3، اللي هو سكنك متقارب، تعليمك متقارب، المستوى المادي، المستوى العائلي، هم 4 حاجات مش 3 حاجات. العائلي، ما تبقيش انت امك وابوكي وعائلتك وكده مراكز وايه وتاخدي واحد سوري مثلا كلهم فئه عماليه او كده، مش هينفع. انت هتتكسفي، يعني حتى لو اتعزمت هتتكسفي تاخديه عند قرايبك، عند صحباتك، هتتكسفي مش، وهو ساعتها هيبقى اتعصب عليكي، والزيجه مش هتكمل، لا يمكن تكمل، لا يمكن. لازم يبقى في توافق عائلي كمان، يعني توافق ام واب، الزوجه الزوج والعيله، عشان لو في يوم من الايام اتعزمتي، يوم من الايام خرجتي، يوم من الايام ما شافوكي صدفه، هاي ازيك عامله انت، اخبارك، جوزك، اتفضلي جوزك كذا، هيقولوا ده سوري شفت فلانه وجوزها طلع شكله ديرتي قوي وبيئه وشكله واو، بيقول لها بيشتغل ليه، بتقولي معرفش ايه كده. ما ينفعش. انت بقى هتكرهي نفسك، وبعد الطلاق هتكرهي نفسك، يعني هيفضلوا يقولوا اتطلقت بس كانت متجوزه فلان، كانت متجوزه كذا. ليه تحطي نفسك في الوضع ده؟ انت هيجيلك عقده مدى الحياه، ما تعملهاش. اوعي تتجوزي واحد اقل منك في اي حاجه، في اي حاجه. انت عارفه الشكل، ممكن تتجوزي واحد احلى منك، مش مشكله، الشكل ده بتاع ربنا، لكن الناس دايما بتعيب على المستوى. تشوفي دي بنت ايه وخدت ابن ايه، شوفي هي متعلمها ايه وخدت ايه، شوفي هي ساكنه فين وراحت سكنت فين، شوفي هي معاها ايه وخدت واحد ايه. هو ده يكي الشكل اللي هيقولوا سمرة ومتجوزه واحد واو عينيه ملونه احسن لك، هي ده جوزها قمر، وشوف هي اقل منه احسن، مش مشكله في الشكل، مش مشكله، ما يهمكيش. خدي اقل، خدي احسن، خدي زيك، مش هيعلقوا عليها قوي. الناس بتعلق على التعليم والماديات والسكن، هي دي اللي بتبتدي تسلخه بقى، هي دي اللي تجيب تقول لك فلانه خدت ايه ده ساكنه في كذا وما هو بقى ساكن في كذا. ازاي دي الهبله العبيطه تنزل المستوى ده؟ ازاي مامتها بتشتغل وباباها وهي ايه وتعليم انترناشونال ولغات ودكتوره ومهندسه وتجاره انجليش
واخدالي صنايعي. ما ده اللي هيحصل. ما انت مش هيرفعولك القبعه يقولك شابوه واو واو انت كده. لايك، دوسوا لايك دوسوا لايك على الفيديو بسرعه عشان الفيديو ده لازم ينتشر، يوصل لكل بنات وستات العالم. اوعي تتجوزي اقل منك، امال الطلاق بيحصل ليه؟ ده حطي بقى فوق كده، يلا حطي التقيله جايه اللي انا هشرحها دلوقتي. هي التقيله لما تلاقي كمان بعد ما تشوفي بقى وتعملي احصائيه وايه وتسالي وخلاص والراجل تمام كده، الشخصيه بتاعته، شخصيته لازم يكون راجل الحنين الطيب اللي يطبطب عليكي لما تعي، يجي ياخدك يوديكي للدكتور ويجيب لك الدكتور وينزل يجيب لك العلاج ويقوم يساعدك في المطبخ، مش يسيب الحمل عليكي. لا، يعني خدي المتفق معاكي وخدي الحنين الطيب، الطيب الحنين اللي يخاف عليكي لما تقولي يجري ينزل يجيب لك الدواء والدكتور ويقف في المطبخ بدالك. مش عيب ان الراجل يساعد مراته، مش عيب الراجل يطبخ، مش عيب الراجل يحط الهدوم في الغساله ويغسلها، ده مش عيب. مراتك تعبانه انت كده بتاخد ثواب، ربنا وصاك على كده، يبقى انت راجل شهم. الناس كلها هتقول الراجل ده محترم حاطط مراته جوه عينيه، مش راجل قاسي القلب شديد القسوه. يكفينا شر شده القسوه وقسوه القلب، يكفينا شرها. الرسول كان بيساعد زوجاته عليه الصلاه والسلام، كان بيساعد زوجاته كلها، الكبيره والصغيره والمطلقه والانسه واللي خلف منها واللي مخلفش منها. كان رحيم على الكل، كان رحيم على الكل. وفي الاديان كلها هتلاقوا برضو، الاديان كلها حتى المسيحيين هتلاقي فيهم الرحمه برضو. يعني الدين الاسلامي والدين المسيحي كل الاديان هتلاقوا فيها جواها الرحمه، زرعوا الرحمه. الراجل لازم يبقى رحيم مع زوجاته، يعني لازم الراجل في اي دين، المسيحي والاسلام، لازم يبقى فيه رحمه. مراتك تعبت تجري تساعدها وتخدمها وتعالجها وكده. الراجل لازم يبقى رحيم مع مراته، يعني يكون متوافق معاكي في كل حاجه زي ما احنا قلنا، التعليم، السكن، الماديات، كله، والرحمه في الطباع. الراجل اللين الهين اللي عنده في قلبه رحمه، الراجل اللي قلبه رحيم ده يبقى كويس قوي. ده لقطه، لقطه ده ما تفرطيش فيه ابدا. لو لقيتيه ده اتجوزيه على طول بسرعه. ولو جوزك كده ولا تفرطي فيه ولا تسيبيه ولا تضايقيه ولا تزعليه ابدا. الراجل الحنين ايه؟ قولوا ورايا، رزق. رزق ده رزق زي المال كده اللي ربنا بيديهولك والصحه اللي بينعم عليكي بيها. برضه ما يرزقك براجل حنين وكمان في الصفات دي انه متفق معاكي في الماديات ويشرفك والتعليم وكده يبقى ده راجل رزق من كل حاجه ربنا انعم عليكي بيه، فاحمدي ربنا وحافظي عليه. نهايه الفيديو ده لو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، فعلوا الجرس واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. السلام عليكم.